من هنا من قلب التايم سكوير غادي يبدا الفلوق ديالنا ديال نيويورك. نيويورك مدينة الشمال الشرقي ديال الولايات المتحدة الأمريكية، فيها تقريبا 9 مليون نسمة فقط في المدينة، وأكثر من 20 مليون نسمة في المناطق المجاورة. الناس اللي كيسكنوا فيها جايين من جميع أنحاء العالم، عرب، آسيويين، مكسيكيين، أمريكيين وأوروبيين. مانهاتن هي القلب المدينة النابض، وفيها التايم سكوير، سنترال بارك، وبزاف ديال البنايات العالية. بروكلين منطقة كبيرة ومشهورة بالثقافة والفن. البرونكس ومن هنا خرج الراب والهيب هوب. الكوينز فيها بزاف ديال الجاليات الأجنبية. ستاتن آيلاند جزيرة هادئة مقارنة بباقي المناطق. نيويورك مشهورة في العالم بتمثال الحرية، البنايات العالية، سنترال بارك، بورصة وول ستريت، وكذلك البرودواي أو المسرحيات العالمية. أغلب الناس كيمشيو في المترو اللي خدام 24 ساعة على 24. ونيويورك معروفة أنها مدينة غالية شي شوية. وما كاين ما احسن من فطور نيويوركي امريكي خالص باش تبدا النهار ديالك. والنهار ديالنا غادي يكون طويل وطويل بزاف، فيه بزاف ديال الاكتيفيتي. وحده من احسن الاكتيفيتي اللي يمكن لك دير هنا في نيويورك هو الحافله السياحيه ولا البيس توريستيك اللي غيديك لكاع المناطق. تقدر فواجيز يعني في مده قصيره، تقدر تنقل ما بين بزاف ديال المحطات. الثمن ديالو ما غاليش على حساب السيركوي اللي كيدير بكم. عندك نهار، عندك 48 ساعه وعندك حتى 72 ساعه، ومع السيركوي اللي بغيتي نتايا. الا جيتي لنيويورك ضروري ما تاخذ البيس توريستيك الا كان عندك يومين ولا 3 ايام باش تقدر انك تفيزيتي لافيل بالزربه، شوف داك الشيء المهم فيها. والحاجة الإيجابية في الحافلة السياحية أو البيس توريستيك أنها كتخول ليك تمشي لليبرتي آيلاند أو جزيرة الحرية اللي فيها تمثال الحرية مجانا. تمثال الحرية رمز كبير في أمريكا، كيعني الحرية والسلام والأمل. فرنسا هي اللي عطات هذا التمثال لأمريكا في سنة 1886 كهدية. طول ديالو تقريبا 93 متر. وما يمكنش تجي حتى نيويورك وما تذوقش البيتزا العجيبه، السلايس العجيب. النهار الثاني ديالنا في نيويورك ما يمكنش بداو بلا فطور امريكي نيويوركي خالص. ديال الصباح هو وقت الرياضه بالنسبه للناس ديال نيويورك. براينت بارك حديقة بقلب مانهاتن، إحدى المكتبة المعروفة نيويورك بابليك لايبراري، وهي متنفس لساكنة الداون تاون. في فصل الشتاء كيديروا هنايا واحد السوق صغير ديال الكريسماس، واللي عجبني كتر هو أن كلشي منظم ونقي وكتحس براسك مرتاح رغم أنك وسط المدينة. فإذا كنتي في نيويورك ولا غادي تجي لنيويورك ضروري ما دير دويرة في براينت بارك.
كنجي حتى نيويورك وما تجيش لتشاينا تاون باش تاخذ فيها الغدا ديالك ولا العشاء ولا اللي بغيتي. المهم كيكونوا هنا اثمنه رخيصه بزاف على الداون تاون او على تايم سكوير. هنا في الحي الصيني كل شيء مكتوب باللغه الصينيه، يعني بحال كتجول في احد احياء الصين، ولكن هنايا بقلب نيويورك. إذا كنتي في الحي الصيني وبغيتي ترتاح شي شويه فيمكن لك تجي لهاد البارك هذا اللي مورايا، جميل جدا فيه بزاف ديال لي زاكتيفيتي وتمكن ترتاح تاكل هنايا. الا خديتي شي حاجه من المحلات هنايا في الحي الصيني جيبها هنا معك وترتاح، كاينين طبيلات كاين كلشي، مكان رائع وهادئ جدا. كنتي كتقلب على الاكل الايطالي بقلب نيويورك، مع كي تجي هنايا غتلقى كل شيء من البيتزا الباستا، جميع الاكل الايطالي هنايا. ومن طبيعة الحال واحد من أحسن ومن أشهر الأماكن هنايا في نيويورك بروكلين بريدج. ضروري ملي جيتي نيويورك ما تجي دير واحد الجولة في أقدم بريدج، واحد من أقدم لي بريدج ولا القناطر في مدينة نيويورك. ومن الجهة الأخرى غيبان لكم مانهاتن بريدج. بروكلين بريدج كيربط بين مانهاتن وبروكلين نهر إيست ريفر، من أقدم وأشهر القناطر المعلقة في العالم. استغرق البناء ديالو 13 سنة وتفتح في 1883. وما يمكنش تجي حتى لنيويورك وما تجيش تاكل بريسكيت ساندويتش عند اشهر مطعم بالنسبه ليا وبالنسبه لبزاف ديال الناس، اللي هو كاتس ديليكاتسن، اللي كان بان في الفيلم ديال وين هاري ميت سالي. الناس القدام اللي تفرجوا فيه فيلم قديم شويه، ولكن خاصك تجي وخاصك تذوق هذا الساندويتش هذا اللي واعر بزاف. وإلا كنتي من عشاق المال والأعمال فضروري تجي لوول ستريت. وول ستريت بورصة النظام المالي الأمريكي كتواجد في مانهاتن، وبالضبط في الفاينانشال ديستريكت، أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة. في الأصل كانت زنقة بناوها الهولنديين في القرن السابع عشر، وداروا فيها حائط وول باش يحميوا المستعمرة ديالهم من الهجمات. وفي القرن العشرين ولات القلب ديال الاقتصاد المالي الأمريكي والعالمي. ولا جيتي لول ستريت ضروري ما تجي تصور مع لوطوغو، تصور اللي مورايا اللي كيدل على الثراء وعلى الثروه. معتقدات انك خصك تصور معاه باش انك تولي مليونير مستقبلا.
من بعد نهار شارجي بليزاكتيفيتي في مدينة نيويورك، ما فيها باس في الاخر ديال النهار قبل ما تدخل فين انت جالس انك دير واحد الدويره في السنترال بارك، تحيد الطاقه السلبيه، تشم هواء نقي، خصوصا في مدينه اللي عامره بزاف بحال نيويورك. حتى لهنا غادي يكون وصلنا للنهايه ديال الفلوق ديالنا، ولكن الرحله ديالنا في الولايات المتحده الامريكيه مازال مستمره، مازال بزاف ديال الجديد. الا كنتي باقي ما تابونيتيش تابونا، فعل الجرس باش يوصلك الجديد، بارطاجي مع لا فامي ومع لي زامي ديالك والناس اللي مهتمين بهذا المحتوى ديال السفر. كومونتير زوين الى عجبك المحتوى باش تشجعنا. نخليكم مع اللحظات جميله من هذا البارك الجميل للغايه، ونقول لكم see you next time. وما تذوقش واحد من أبنن وأشهر الساندويشات في العالم. صباح الخير لي زامي، من هنا من مدينة فيلادلفيا بقلب ولاية بنسلفانيا غادي نمشيو نكتشفوا المدينة، المآثر التاريخية ديالها وبزاف بزاف بزاف ديال الحوايج. إلا كنتي باقي ما تابونيتيش تابونا في القناة، بارطاجي مع لي زامي ومع لا فامي ديالك، ويلا نكتشفوا مجموعين مدينة فيلادلفيا. فيلادلفيا هي مدينة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكتواجد في ولاية بنسلفانيا وقريبة بزاف من نيويورك وواشنطن. فيلادلفيا في التاريخ ديال أمريكا حيت فيها تكتبات إعلان الاستقلال عام 1776، وفيها جامعة مشهورة سميتها جامعة بنسلفانيا، وكيتواجد فيها كذلك جرس الحرية أو ليبرتي بيل. أشهر أكلة في المدينة هي فيلي تشيز ستيك. المدينة معروفة بالفن والمتاحف، وعندهم فرق معروفة في الرياضة خصوصا البيسبول، فوتبول أمريكان والباسكت. عدد السكان ديال فيلادلفيا كيتقدر بحوالي 1.5 مليون نسمة، والناس في المدينة متنوعين بزاف. واجدوا في وحده من احسن البلايص في فيلادلفيا، بينس لاندين، واحد البلاصه زوينه بزاف على جنب النهر ديال فيلادلفيا. تسمى بهذا الاسم هذا على حساب ويليام بين اللي اسس ولايه بنسلفانيا، ووصل لهنا في 1682. هاد البلاصه قريبه بزاف من السيتي سنتر ومن الاولد سيتي اللي قريب حتى هنايا، وحداه بزاف ديال لي مونيمون هيستوريك اللي غادي نشوفوهم من بعد. قلب الساحه اللي كيتواجد بها جرس الحريه هنا بفيلادلفيا. ليبرتي بيل أو جرس الحرية مشهور بزاف في أمريكا كلها، وخصوصا في ولاية بنسلفانيا. تصاوب سنة 1752، كان كيتستعمل باش ينادي على الناس في الاجتماعات ديال البرلمان، ولا رمز ديال الحرية والاستقلال ديال أمريكا في سنة 1776. كاين وسط الاندبندنس ناشونال هيستوريكال بارك، ولاو الناس بزاف كيجيو من أنحاء العالم باش يزوروه.
Stay by me, stay by me. فريمون واحد من احسن المارشيات اللي يمكن لك تزورهم هو المارشي ديال فيلادلفيا، واعر بزاف فيه كلشي. وما يمكنش تجي حتى لفيلادلفيا وحتى المارشي الكبير ديال فيلادلفيا وما تذوقش واحد من ابنن واشهر ساندويشات في العالم، فيلي تشيز ستيك ساندويتش. الناس اللي تفرجوا في الفيلم ديال روكي غادي يعرفوا هاد البلاصه هادي. هنا فين كان كيجري روكي، وغادي نوريكم من بعد الستاتيو ديال روكي. التحدي ديالنا هو نطلعوا في هاد الدرجات هادو حتى للاخر، واخا كاينه دابا واحد 35 درجه غادي نحاولوا اننا نطلعوا فيهم. حتى لهنا كيسالي الفلوق ديالنا في فيلادلفيا، ولكن رحلات المسافر مازال مستمرة ويلا بدات. ما تنساش تابونا في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، بارطاجي مع العائلة والأصدقاء، كومنتير زوين باش تشجعنا نخليكم مع هاد الصور الجميلة جدا لمدينة فيلادلفيا. و see you next time. بعد آخر فلوق في نيويورك كنتواجدوا اليوم بوحدة من أجمل العواصم العالمية، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن. واشنطن العاصمة الأمريكية هي منطقة فيدرالية سميتها واشنطن دي سي District of Columbia. واشنطن مشهورة بالبيت الأبيض، الكونغرس أو مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين، المحكمة العليا والبنتاغون اللي قريب من واشنطن وكيتواجد بولاية فيرجينيا. كيسكن في واشنطن دي سي
أكثر من 700 ألف نسمة من أفارقة أمريكيين مهاجرين من أمريكا اللاتينية، أسيويين وأوروبيين وعرب. مدينة نظيفة ومنظمة، خصوصا وسط المدينة. تأسست في 1790 وكانت الفكرة ديال جورج واشنطن أول رئيس أمريكي. من علامات الحافلة السياحية غتبدا الرحلة ديالنا استكشافية لبعض الأماكن التاريخية لمدينة واشنطن. نتواجد الآن بوسط مدينة واشنطن. وسط مدينة واشنطن أو داون تاون فيها بزاف ديال البنايات المهمة بحال البيت الأبيض، مساحات كبار بحال ناشونال مول، حدائق ومتاحف ومطاعم من جميع الأنواع. وسط المدينة ديال واشنطن دي سي جميل جدا، نظيف جدا. الحركة ماشي بحال نيويورك، الناس قلال بزاف، وكتشوف رفاهية الحياة هنايا. وفي أجواء ممطرة شيئا ما كنتواجدوا الآن قدام الكابيتول. الكابيتول هو البناية الرئيسية ديال البرلمان الفيدرالي الأمريكي، وهنا كيخدموا أعضاء الكونغرس الأمريكي اللي فيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب. بدأ البناء فيه في 1793 وكمل في بداية القرن التاسع عشر. ستايل المعماري ديالو نيو كلاسيكي على طريقة اليونان والرومان القدامى، وهنا كيتناقشوا القوانين ويتم التصويت عليها. مرحبا بكم تشاينا تاون. تشاينا تاون منطقة صغيرة في وسط مدينة واشنطن، ولكن معروفة بزاف. كانت فيها جالية صينية كبيرة من قبل، ودابا بقات فيها لمسة ثقافية صينية بحال المطاعم والزينة، وكل شيء هنا مكتوب باللغة الصينية، وكأنك تتجول في أحد الأحياء الصغيرة للصين. كنتواجدوا الآن في النصب الحرب العالمية الأولى والمعروف بالناشونال وورد وور ميموريال. هو تذكار كيتكرم فيه الجنود الأمريكان اللي شاركوا في الحرب العالمية الأولى اللي دامت 4 سنوات من 1914 حتى 1918، وكيتواجد في البيرشينغ بارك. والجنرال جون بيرشينغ هو اللي كان قائد الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الأولى. كنتواجدوا دابا أمام واشنطن مونيمنت، برج كبير وسط العاصمة واشنطن، ودار تكريما لأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن. الطول ديالو تقريبا 169 متر، وكيتعتبر من أطول المعالم المصنوعة من الحجارة في العالم، وكيتواجد وسط الناشونال مول. كانوا بداو أشغال البناء ديالو في 1848، ولكن وقفوه شوية بسبب المشاكل المالية والحرب الأهلية، وكملوه في 1884 وافتتحوه في سنة 1888. يونيون ستيشن محطة كبيرة ديال القطار في قلب واشنطن العاصمة، ماشي غير محطة ديال القطار ولكن حتى مركز تجاري ومكان سياحي وفيه بزاف ديال الخدمات. فتحات في 1907، كانت من أكبر وأفخم المحطات ديال القطار في ذاك الوقت في أمريكا.
بناية كبيرة جدا وعندها طابع كلاسيكي معماري مستوحى من الطراز الروماني. رحلة أمريكا سالت في مدينة واشنطن، ولكن رحلات المسافر مستمرة ويلا بدأت. ما تنساش تابونا في القناة، تفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وخلي لنا كومنتير ولا تعليق زوين باش تشجعنا. بارطاجي مع الأصدقاء والعائلة والناس المهتمة بمحتوى السفر. خليكم مع التصور الجميلة جدا لمدينة واشنطن. و see you next time.